مرحبا بقناة The Future. أتمنى إن شاء الله تحصلون اللي بالكم، قولوا آمين. قناة The Future هي قناة مثل ما تعرفون مختصة بكل نشر الملازم والأشياء اللي أنا كنت كطالبة سادس سابقا اعتمدت عليها. من الضروري تعرفون بأنه وقتكم جدا ثمين، لذلك لازم تحافظون على هذا الوقت الثمين، ولازم تعرفون بأنه كل دقيقة وكل ثانية تكلفكم درجة أو بوينت مستقبلا معدلكم. طيب، لذلك من الضروري انه تراجعون نفسكم يوم بيومه، شنو الدقيقة اللي سخرتوا بيها، شنو هي اليوم او الساعة اللي ضيعتوها بدون استفادة. طبعا ضرورية الاستراحة جدا ضرورية، لكن راح اتكلم عليها ان شاء الله سابقا. لكن هسه بما انه العربي ومشكلة العربي وجديد اكره العربي، لذلك راح اتكلم عليها ان شاء الله هسه. العربي ما يحتاج أي مدرس، يعني مثلا الشخص المو زين بالعربي، مثل حضرتي أنا مو زينة بالعربي، طبعا السبب هو سببي، لأنه أنا طول مرحلة المتوسطة والإعدادية ما كنت أقرأ العربي ذاك الاهتمام، ما عرفت إنه ممكن راح أستفاد منه مستقبلا لو لا. لذلك العربي جدا ضروري. الشخص اللي يتابعني هسه متوسطة أو إعدادية رابع أو خامس ضروري يراجع نفسه ويتلاحق على نفسه من هسه، لأنه الرابع والخامس تقريبا مواضيعهم يشابهون مواضيع السادس، حتى لو يعلموكم بعض الأساسيات، خصوصا بالخامس عندكم مواضيع مهمة يعني، وبالرابع همينة. ويا حبذا انه انتم اذا تدون تدخلون مدرس يعني وبالسادس ما تدخلون، يا حبذا انه تدخلون مثلا الرابع، عطلة الرابع على الخامس او عطلة الخامس على السادس، لكن افضل هاي العطلة بين الرابع والخامس اذا كنتوا 0-0 بالقواعد. أنا كان درجات بالقواعد يعني تسعينات، أنا ما بكم ثمانينات الحمد لله، بالعربية تسعينات، كنت متوسطة إعدادي، لكن درجتي كانت ما تصعد فوق 93، ما تصعد، وفعلا هذا الرينج مالتي نفسه بالسادس. لذلك الشخص اللي مو زين بالعربي، طبعا مع احتراماتي لكل الاساتذه، اكو اساتذه زينين باليوتيوب، اكو اساتذه خصوصيين ايضا زينين، لكن بالنسبه لي صراحه اعتمدت على استاذ عقيل الزبيدي. هذا الاستاذ اسم الملزمة اللي هي أستاذنا، باعتبار إنه أنتوا عندكم أستاذ بالبيت. هاي الملزمة شوفوا يعني تشرح لكم تشرح لكم عوض أنتوا يعني شخص دا يخاطبكم يعني. فجدا حبيتها صراحة، ملزمة ذكية حيل بتصميم وبعناية، تقدرون تاخذوها من أي مكتبة أو موجودة حتى بملفات بالتليجرام. هاي الملزمة تشرح لك قواعد كافة المواضيع. أنا دا أحكي على العلمي، بالنسبة للأدبي ما أعرف موجودة لو لا، أو حسب يعني. طبعا أنا ضد تغيير المصدر، يعني إذا أنتم كنتوا تقرون على الكتاب ظلوا على الكتاب، أكو طلاب يقرون على ملزمة يعني من بداية السنة يقرون على الكتاب أو الملزمة، فاستمروا على هذا الشيء. أنا ضد تغيير المصدر، ولا عمري غيرت مصدر معين، يعني مثلا ملزمة غيرتها بغير أستاذ أو قناة غيرتها بغير الشيء. أنا مجرد كنت أسمع نصائح اللي تفيدني طبقها، ما تفيدني ما مجرد نصيحة يعني. لذلك من الضروري انتو ما تتخربطون ولا تشوشون عقلكم، وهدوا نفسكم وعندكم وقت ماشي فشوية شوية. لكن أنا مجرد وسيطة إنه أعطيكم الأشياء اللي أنا استفدت منها صراحة، وبإجماع معين من الطلاب. بعد أنتم بكيفكم يعني تعتمدون على أستاذ معين أو لا، أنتم بكيفكم يعني. فبالنسبة إلي أنا من جد متوسطة لحد الآن، حد متخرج ما فد يوم تابعت فيديو على اليوتيوب عربي واستفادت منه وافتهمت منه اصلا. عبالك ما اعرف شو يشرحون يعني، ما افهم ولا اي طقه. خب الكتاب مصعبين المنهج وهاي، اصلا العربي بالنسبه لي ما احبه نهائيا. وكان درجتي بالوزاره 90. انا ساعدني هو الادب الانشاء يعني. هسه القواعد انتهينا منه، فالقواعد هالملزمة صراحة حبيتها أنا يعني. ماكو داعي تدخلون مدرس خصوصي وتدفعون فلوس وحرامات وهذه الأشياء. مدرسكم المدرسة ما يعطيكم نصايح زينة، ماكو مشكلة، تعودنا على هذا الشيء. لكن من الضروري تعرفون بأنه أكو ملازم زينة وموجودة بالتليجرام، يعني ماكو داعي تكلفون نفسكم. أنا جيت نص كتبي وقرايتي على الموبايل، يعني كنت أعتمد على التليجرام من ناحية الملفات وبرامج رحلة السادس وقنوات اللي نشرتها أنا سابقا الفيديو كله من التليجرام. شت أقرأ بالموبايل، والحمد لله طلعت معدل من الموبايل يعني. فأنا مو ضد الخطأ، هو مو خطأ التكنولوجيا، لكن خطأ هو خطأك أنت يعني، اللي ما تعرف شلون تستفاد من التكنولوجيا. طيب،
نيجي هسه على ملزمة الأدب. مثل ما تشوفون ملزمة الأدب اللي هي الواضح والمضمون، حيل حيل أموت عليها. أنا قلت لكم سابقا بالفيديو، رفد يوم قريت على ملزمة نهائيا من بداية أول سطر بالكتاب لحد نهاية السطر. مجرد كنت يعني شلون مثلا نقول أراجع نفسي بيها، لأن بيها أسئلة وأجوبة، ولأن بيها أكو أشياء أسئلة ذكية وممكن أستفاد منها، لكن ما فد يوم بديت بملزمة. عكس الأدب، شوفوا بقى شلون أنا سويت هيجي. بما انه انا بمرحله المتوسطه والاعداديه كنت اراجع التعليق النقدي، وكنت مثلا ارفع يدي بالصف او بالهذه، كانت مدرسة مثلا تسألنا السؤال انا كنت ما افهم مضبوط، يعني كانت مدرسة نفس تجاوب تلوفه اكثر من السؤال، تفهموني؟ لذلك كنت اني يعني اعتمد على المناقشه، اي شيء شرح. لكن من وصلنا مرحله الاعداديه قاموا يسالونا اسئله، لذلك مسألة الواضح والمضمون ما في يوم بالسادس فتحت كتاب الأدب وجديد أصلا، لأنه اعتمدت على هاي الملزمة. أكو إلها عدة إصدارات، يعني حسب كل سنة. 2020 تنزل ملزمة، 2019 نزلت هاي الملزمة اللي هي الواضح والمضمون اللي عندي قد أحبها. والله ماكو سطر نقطة. وأنا تعرفوني حيل يعني من شدة من الموضوع، يعني أنا أي ملزمة واكو اساتذه يعني قلت لهم ورحت لهم على اكو اخطاء معينه بملازم. لذلك يعني انا راجعتها بالكتاب، ماكو شيء ما كاتبه، ماكو شيء، حتى الشيء تحسون انه انتم تافهوا ما يجي عليه سؤال هو خال عليه سؤال. تفتهمون شلون؟ فجدا اعتز بها واحبها، يعني مشلعتها ومشخبطتها لانه ما فجأة بقيت في الكتاب كله عليها، كله. شوفوا، وهاي السمارلات لها قصة. لذلك هاي الملزمة حيل اعتز بها. بالنسبة لي كل سنة تنزل ملزمة جديدة، انتوا راجعوا الأستاذ نفسه، شوفوا قولوا له اكو فرق، راجعوا الأستاذ نفسه. أكرر، قولوا له اكو فرق، هاي ملزمة، واعتقد ماكو فرق، مجرد تغيير المصدر وتغيير القصد، يعني تغيير الشكل وهذه. بس بالنسبة لي أخذت ملزمة سنتي يعني. لذلك انتوا بعد كيفكم، بس أهم شي تراجعون المصدر. حيل حبيتها، حيل يعني ما تتوقعون ايش قد فادتني بحيث حتى من كانوا اهلي يسمعوني ادب كنت حتى النقطة حافظتها وكل شيء حاضر، صفحة والسؤال وهذه زين. فانصحكم بيها وانتم بعد كيفكم. اوكي. بالنسبة لمدة المراجعة فاعتمد على المراجعة الذهبية اللي كلكم تعرفون 2019 دور أول شلون أسئلة العربي تموت وما توقعت أجيب بيها 90، يعني تفتهمون شلون؟ لأنه القواعد إجا طريقة هي سهلة، لكن طريقة طرح الأسئلة ما كانت واضحة ممكن بالنسبة لي. لذلك أنا الحمد لله هو هذا مالت الرينج، يعني هو هذا معدلي بالعلم عربي، هو هذا 90 لا 90 هيك يعني. فأنا جتني 90 هو لسه نزل معدلي، لكن راح أشرح لكم إن شاء الله على الكيمياء وقصدي بيها. لذلك هاي راجعتها الصم، المراجعة مالته بيها مرشحات، بيها أشياء مرجحة لسنة الوزاري مالتكم يعني إن شاء الله. لذلك هو ينزل كل ملزمة، كل سنة ينزل مراجعة خاصة بي، فأخذوها حصرا من مكتبة أو من أي مكتبة تعرفوها زينة. من ناحية الملزمة الألفية، هاي الملزمة صراحة ما قريت عليها هواي ولا أصلا عبرت شي يعني. ليش؟ لأنه هاي الملزمة تتكلم عن الأشياء الوزارية، أحيائي وتطبيقي أعتقد، علمي، الدور الأول والثاني والثالث، تمهيدي، خارج قطر، داخل قطر، كل شيء تتضمن بعض هاي الأجزاء اللي تقروها قدامكم. هاي الأجزاء يعني شوفوها وهي هاي الملزمة كلها. فما أعتقد تفيدكم لأنه موجود الملفات بالتليجرام أسئلة وزارية. هاي أسئلة وزارية مع الحل، كل موضوع بموضوع. أكو أسئلة إثرائية بيها، أكو اختبر نفسك، أسئلة موجهة للوزاري، فما استفدت منها يعني، جديدة وريحة الطبع بيها أصلا، لذلك ما استفادت منها. هسه راح أعطيكم شوي بعض النصائح إن شاء الله على عربي بالنسبة لي، قريتها سابقا واستمعت من طلاب وطبقتها على نفسي والحمد لله. ماكو شي صعب بالحياة، ماكو شي مستحيل. اللي أريد أوضحها لكم، تقولون على شي وأنا قلته سابقا، الشي تقولون عليه دماغي قفل راح يقفل على هذا الشي، بعد لو مستحيل تقدرون تطلبون المعلومة منه. شوفوا اكتبوا بيدكم خاصة بالعربي، يعني أنا الأدب كنت أكتب هواية يعني،
وصرت افتر واقرا هواي وارجع السؤال اكرره مرتين. يعني الادب راجعته هواية، تفهمون شلون؟ واني بقالي نص نهار بوقتها باليوم مال العربي. الله لا يعد ذاك اليوم، يعني بحيث ما توقعت اصلا قد اخذ 82 هيك شي زين. بس الادب مثل ما قلت لكم حيل نقدني يعني، فانتوا لا بأس يعني الادب ينقذكم يعني الانشاء. طيب بالنسبة للانشاء، اني مقدماتي من عندي يعني كلمات أسطر بسيطة من عندي، وكذلك الخاتمة ما أكتب شيء أبين لهم إنه هاي الخاتمة. والله أتذكر وقتها موضوعنا بتجاني بالامتحان الإنشائي اللي كان يتكلم عن الطموح، أعتقد طموح الطالب يعني. وكنت أحس إنه أي نفسي جاي أكتب عن نفسي، فبتشيت وكتبت من كل قلبي. كتبت ورقتين ونص، أنا هذا هو حد مالتي، ورقتين ونص بعد ما أقدر هاي يتوقف التعبير مالتي. أهم شيء إنه أنتوا تكتبون أحاديث وتكتبون آيات أو شعر. مو شعر شعبي وهاي الأشياء، لا أشعار. هاي تفيد يعني، هو بعض هاي النصوص مال الآيات هاي يدورون عليها بالإنشاء، الخط الحلو. الطلاب اللي خطهم نوعا ما حاولوا بالمراجعة، حاولوا بالمدرسة تكتبون هواي يعني. بعدين بالوزارة تحسوا نفسكم خطكم حلو يعني زين. وحاولوا تكتبون سريع مثلا بالأدب، شوية تلمون نفسكم يعني. وصدقوني تقولوا لي أدب ينسي، لا شوية فهموه. يعني أنا أقول لكم نسبة 20% فهم، باقي كله حفظ. بحيث أنا كنت حافظت أكثر ما فاهمت، لأنه حيل سهل، لأنه هو صار كله أسئلة وأجوبة. أنا عبالي الأدب مع السادس هو عبارة عن شرح، يعني يقول لي بالسؤال الوزاري اشرحي، لكن تفاجئون انه عبارة عن أسئلة وجواب. لذلك الملزمة هاي راح تفيدكم إن شاء الله حيل، أو ملزمة 2020 حسب الإصدار مال المدرس. العربي اللي نص الطلاب متخوفين منه، أو طلاب طلعوا معدلات ب99 يعني ما شاء الله. يبقى كل طالب ودرجة ذكاء وحرصه على المادة. يعني تقولون حجة المادة هاي صعبة، ما أحبها، ما أفهمها، صدقني هاي المادة ممكن هتساعدك ترفع درجة أو درجتين من معدلك. بالنسبة للمرشحات سبق وقلتها، يعني من يبقى عندكم وقت فراغ، من يكون ما عندكم أي شيء، خلصتوا حتى الوزاريات، أقروا عن المرشحات. ما أنصحكم تقروا مرشحات قواعد، راح تصدمون، راح تشوفون أشياء ما قاريها أبد. لكن ممكن الأدب تقرون هي عبارة هو الكتاب نفسه. الإنشاءات ممكن تأخذون كم إنشاء مرشح مثلا عن الوطن، تعرفون يا آية أحضر للوطن، يا بيت أحضر للوطن، هيك شيء يعني. بالنسبة للوزاريات العربي ضروري تكون الوزاريات من سنة الثمانينات إلى 2020 أو 2019، لأنه الوزاريات حتى لو ما اجى البيت نفسه، الآيات نفسها، حتى لو ما اجى الجنة نفسهن، تجي صيغة السؤال، تجي شنو؟ صيغة السؤال. لذلك ركزوا على الوزاريات. والله يعني أسباب المواد هسه راح أتكلم لكم عنها، مثل الفيزياء أو الكيمياء، ماكو داعي تقرون يعني ملزم أو تقرون بس أسئلة الفصل. والوزاريات تجيبون درجة 100 مثل الورد. الوزارات حيل أحبها، هي يعني اللي أنقذتني بالامتحانات وأنقذتني بطول فترة المراجعة، بحيث أنا كنت أقرأ وزاريات أكثر من ما كنت أشوف الكتاب أو الملزمة يعني. أنا الكلام ما جاي يحضرني يعني بالنسبة للعربي، لأنه أنا صراحة ما أحضر شنو أشياء راح أقولكم إياها، لأن تجيني شيء خطف من الماضي مع السادس. السادس كلش حلو، تجربة جدا حلوة، تعلمك هواية أشياء، تعلمك المسؤولية، تعلمك تعتمد على نفسك، تعلمك من اللي يحبك من اللي يكرهك، تعلمك اللي ناس تاخذ لك، الناس اللي حتساعدك، الناس اللي حتدعي لك، الناس اللي مترقبت لك. يعني هذا السادس كل سادس حيعلم هواية أشياء، خصوصا فترة المراجعة يعني. إذا كنتوا تستخدموا موبايل شوية قللوا منه، أكو أشخاص مدمنين يعني، أكو أشخاص لا والله يستفادوا من الموبايل، وبعدين مثلا يكرمون نفسهم أو يعطون نفسهم هدية إنه يلعبون موبايل أو يشوفون في شغلة معينة يعني. بس أنصحكم هسه اللي يشوفون أنتوا قبل فترة المراجعة، رجاء استغلوا هاي الفترة بالقراية، أشياء اللي مضبطيها، أشياء من الفصل الأول حتى لو ما فاهميها، لأن بالمراجعة راح تستفادوا حيل ووقتكم ما يضيع يعني. تمام. فإن شاء الله أشوفكم فيديو جديد، وراح أكتب شوية من النصايح قبل لا أحضر فيديو، عمود ما أنسى الحرامات.
فإن شاء الله عجبكم الفيديو ما تنسون الاشتراك بالقناة وتعطوني لايك، وأهم شيء تفعلون الجرس على مود أي شي فيديو يوصلكم مباشرة يعني. مع السلامة.